السلام عليكم خوتي خواتاتي احبابي المهمات الغاليات، نتمنى انكم كاملين تكونوا في كامل الصحه والعافيه باذن الله. فيديو جديد ان شاء الله وروتين جديد، نتمنى انه ينال اعجابكم. وبطبيعه الحال الى عجبكم الفيديوهات ديالي ما تنسونيش من لايكاتكم تعليقاتكم واشتراكاتكم وتشجيعاتكم اللي دائما كتحفزوني بها. الله يجازيكم بالخير والله يكثر خيركم ويجعلها لكم في ميزان حسناتكم يا ربي الحبيب. فاليوم ان شاء الله قلت غادي ندير معكم واحد الروتين صباحي، روتين مميز صراحه الله درتو اليوم وحطيت لكم اليوم باش هكذا ما نغبرش عليكم. البارح ما قدرت نصور صراحه الله حتى شي حاجه، صبحت هكا شويه عيانه، فقلت غناخذ واحد القسط من الراحه وهكايا بديت معكم اليوم. وقلت اي حاجه درتها فضروري ما غادي نشاركها معكم من طبيعه الحال خوتي وحبابي والمهمات ديالي. وحاجه وحده اللي كنطلبها منكم وكنتسناها منكم وهو تشجيعاتكم ودعمكم لي والقناه. الله يحفظكم والله يكبر بكم. وكنشكر جميع الاخوات والاخوان اللي انضافوا عندي جداد القناه، كنقول لكم مرحبا ومئة الف مرحبا. الله يكبر بكم وشكرا شكرا على ثقتكم الكبيره اللي درتوها فيا. الله يحفظكم لي ويطول لي في عمركم. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غيكون روتين، غيكون وجبه غداء متكامله وكذلك فيها اقتراحات للاطفال ديالنا هكا بمناسبه الدخول المدرسي. نتمنى انها تنال اعجابكم. وقبل ما نبدا الفيديو ديالي كنبغي نشارك معكم واحد القناه اللي هي قناه ابداعات انامي الفتي. بصراحه الله عندها قناه اولى اللي هي انامي الفتي جوج، وكذلك ضفت واحد القناه واحده اخرى اللي سميتها ابداعات انامي الفتي جوج. وانا متاكده ان جميع الاخوات اللي معايا في القناه راهم كيعرفوها. نتمنى انكم تشتركوا عندها وتدعموها. الله يجازيكم بالخير. بركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا ان شاء الله الرحمن الرحيم كلكم كاملين بخير وعلى خير. بسم الله على بركه الله. هذا اول فيديو لي ان شاء الله في القناه، نتمنى يكون فاتحه خير عليا وعليكم ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم ابداعات انامي الفاتي. اليوم ان شاء الله الفيديو ديالي كما قلت لكم خفيف، غادي نتقاسم فيه معكم غير واحد الحليوه كبدايه، يعني حلوه وزوينه للقناه. غادي نتقاسم فيه معكم هذه الحلوه، راها زوينه وسهله وبسيطه وفي المتناول باذن الله. عندي الكوك عليها من الفوق كذلك. المهم حلوه راها بسيطه وسهله وكتجي غزاله وزوينه، تشرب الشاي تشرب القهوه الفطور الكوتي، المهم راه كتصلح لجميع الاستعمالات. حاولت انني اليوم نتقاسم معكم هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله يعجبكم ونتمنى ان شاء الله ربي ما يحشمنيش معكم باذن الله. ونتمنى كما قلت لكم ما تنساونيش بالاشتراك ديالكم في القناه. وصافي هادشي اللي كاين. غادي نقول لكم شكرا لكم من القلب، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات فخوتي كنتمنى منكم انكم تدعموا هذه القناه لانها فعلا كتستحق. السيده رائعه وطيبه وعندها وصفات في المستوى صراحه الله، انسانه ما نفضلهاش قدامكم. عندها مشاهده كامله وصادقه. وانا متاكده انا راه بزاف ديال الاخوات معايا في القناه راهم كيدخلوا عندها القناه الاولى ديالها انامي الفتي جوج، ودارت قناه وحده اخرى. نتمنوا لها التوفيق، الله يوفق الجميع. هذا ما كان. وهنا الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا بديتو معكم هكايا من الصباح. الطوسط البنات ها هو كيف جا غزال صراحه الله، جا شهوه منه. فطرنا به وهكايا. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. وهنا تحت طلب واحد الاخت واحد الصديقه والحبيبه، طلبت مني قالت لي اختي ديك الرواق جاك غزال، عافاك لما شاركي معايا الطريقه كيفاش كتصايبيه. فانا غنقول لك اختي هانتينا شوفي، انا بالنسبه لديك التقيبات ديال ديك الطوبو ما خصهم يوصلوا لي حتى للراس. انا مني كنا في الاول يلاه يعني باقا ما فرشت ما والو، كنا درنا ديك التقيبات هكايا القدام على حساب الرواق اللي كان عندي قديم. فمنين درنا هذا اللي كبير ما كانش عندنا ديك الثقه باش نثقبوا الحد. فهنايا اضطريت انني هكا كنهز ديك الرواق التحتاني كنغطي به ديك الحديده. هانتيا كيف ما كتشوفي غطيت به الحديده وكنشدو بديك اللعيبه البنات هذاك ديك الشواشه راك ما عرفتش شنو كيسميوها هذيك. المهم انا قلت لها الشواشه والله ما عرفت شنو كيسميوها. المهم هذوك راه كيتباعوا ب 100 درهم، الالوانات اللي بغيتي يعني اللي عجبك. شديتهم بديك اللعيبه هذيك. صافي هنايا هانتي شتي ديك الرواق الموف كنبقى نجمعو غير بشويه هكايا وكنشدو كنخشيه في ديك اللعيبه هكا باش حتى هو كيجي معلق تمايا. وهنا هانتي كتشوفي هنا كنتحكم في الدوره ديال الرواق، يعني باش كيجيو هكا مقادين بجوج بهم كنبقى نهز. بغيت نزيد نزير كنزير، بغيت نرخفو كنرخفو. صافي اختي. المهم كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه ونكون لبيت لك الطلب. وشكرا ومرحبا بطلباتكم وبرغباتكم على الراس والعين. راه اي حاجه طلبتوها مني والله يا خوتي ما نرفضها لكم ولا نردها لكم في وجهكم. اي حاجه وكان في المستطاع على راسي وعيني. فانا مباشره غندخل المطبخ، يعني طبيعه الحال راني جمعت الدار جمعت الدنيا جمع كل شيء. غندخل مباشره غادي
ماشي عكزت عليه. مع اشرف مني مرض صافي ديك البوطات عمرناهم وبقاو تمايا، داروا لي الزحام وخصني ضروري البنات نردهم لبلاصتهم. وهذاك البلاكار لتحت عرفتي راه مرون، فيه الباكاج فيه الربيج. اش غنقول لكم يا خوتي، راه النهار اللي كنجي نخملو راه عرفتي كنكره راسي. مع ماشي كنكره راسي على التخمل ديالو، حيت معذب جاي حاضر ومعايا انا تبارك الله ما شاء الله ما كنقدرش ندخل لداخل. وهذا كنبقى نتجبد ونتعلق. والله العظيم يا خوتي زعما صراحه الله ديك التنظيف ديالو راه عرفتي العذاب، والله حتى العذاب. دوزت له واحد التشطيبه ودرت له ديك البرودوي البنات، ديك الجيل ديال اوني اللي كنت دايره اللي كنغسل به الحمام البنات. هذاك راه زوين، هذا زوين للجليج هكايا، رشيتو على الجليج، رشيتو هكايا مزيان على الحيط صافي ومسحت وجفيت الدنيا تمايا. وهانتوما هاد البوطات عرفتي مع انا عندي الريزيرف داك القنت كامل عندي بالبوطات البنات، لانه بعض المرات كيتسالاو لي البوطات ما كنلقاش اللي غيجيبوهم لي، دونك عندي ضروري من الريزيرف كيكون عندي في الدار. صافي هنايا غادي نردهم لبلاصتهم، وغادي نكمل هكايا الروتين، غادي نمسح كلشي وغادي نرد كل حاجه لبلاصتها باش ان شاء الله نشارك معكم الغديوه ديالي اللي نتمنى انها تنال اعجابكم. بطبيعه الحال انا كندير الروتين، غادي نشارك معكم صراحه واحد الصديقه والحبيبه ديالي، واحد الاخت عزيزه عليا والله، حتى تاسفت ليها، وقع لها واحد المشكل مع الزوج ديالها. وقلت يعني بطبيعه الحال بالاذن ديالها بدون ذكر الاسماء، طلبت منها قلت لها واش ممكن نشارك هذا المشكل ديالك مع خوتي؟ قالت لي معليش ماشي مشكل. بصراحه الله انسانه طيبه، عندها جوج وليدات والزوج ديالها ما شاء الله تبارك الرحمن انسان مش غنقول لكم يعني ما نفضلوش قدام الاخوان اللي معايا، ويعني الصراحه الله انسان طيب. هكا داز الايام وقع سوء تفاهم بينها وبين الزوج ديالها. هنا البنات بعدا بغيت نوري لكم هذه التدبيره. ديك المشطه الطويله بحال دابا هكا كتكون قديمه ولا شي حاجه، كتجيبوها البنات كتبقاو تحيدوا بها ديك الزغب اللي كيوحل في هاد باي هذه اللي كنشطبوا بها الزرابي. والله يا البنات حتى كتنقيهم كتحيد كاع ديك الزغاب وديك الخبله اللي كتكون هكا واحله، باش دائما كتبقى عندك ديك باي كتشطب لك مزيان. فهنا كيف ما قلت لكم الزوج ديالها الله يعمرها سلعه، هي كذلك انسانه طيبه، وليداتها تبارك الله ما شاء الله مربين احسن تربيه. يعني انا منين سقط الخبر تصدمت وتفاجات جاتني عجب، لانه راه ما يمكنش ديك الجوج ديال الناس غادي يتفارقوا. منين هكا هضرت معاها وديك الشيء كتعاود لي مسكينه قالت لك وقع سوء تفاهم على اتفه حاجه، وعلى يعني اقل حاجه، يعني غير واحد النقاش اللي هو بسيط 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 بسيط. ولكن الخطأ اللي دارت هي ان فعلا الرجل غلط، ويعني واخا داك الخطأ كان بسيط ولكن ما كانش خصو يديرو صراحه الله. ولكن هي الحاجه اللي دارت خايبه انها عيطت لعائلتها، دخلت خوتها، دخلت فهمتي يعني دخلت خوتها الدراري. هنا منين دخلت خوتها الدراري شنو وقع؟ المشكل كبر. يعني داك الدباز وديك الخناق اللي كان بينها وبين الزوج ديالها زاد كبر. وشكون اللي كان ضحيه في هاد المشكل هذا؟ ديك الوليدات اللي عندها هما اللي كانوا ضحيه، لان هما طلقوا، هالوليدات بقاو ملوحين، ما هما معباهم، ما هما راه شوف مني كيطلقوا جوج ما تقوليش راه غيلقاو الراحه مع امهم، او لا ضروري كيجيهم ديك النقص ديال الوالدين، يعني يا اما سواء من الاب يا اما من الام. فهنا الاخت منين جات كتعاود منين جات عيطات لخوتها، مشات عيطات لخوها اللي معصب. كان زعما كتشوفوا ديك الاخ كتشوفوا قوي، كتشوفوا كتقول هذاك خويا القوي راه هو اللي غادي يحل لي المشكل. هي ما مشاتش تعيط لديك خاها الدرويش، مشات عيطت لهذاك خاها القوي وداك خاها المعصب، قالت الله عسى زعما هو غيحل عينه في راجلها، وغادي زعما فهمتي غيبين ديك القوه ديالو على راجلها، وديك راجلها غادي يتردخ وغادي ينزل الارض. فهنا اختي بالعكس راكي كبرتي المشكل وكبرتيه وفتيه ليه. خوتي البنات الله يجازيكم بالخير، شوفوا راه الخناقات والمشاكل راه كتوقع بين الازواج، ولكن ماشي اي حاجه وقعت بيني وبين الزوج ديالي غادي نوض انا غادي ندخل فيها والديا وندخل فيها خوتي. لا، هذاك المشكل اللي وقع بيني وبين الزوج ديالي غادي نحاول نحلو انا وياه. راه ما نعيط لوالديا وما نعيط لخوتي حتى نشوف صافي يعني فقدت الامل في ديك الزوج، يعني راه ما كاينش شي حل لهذاك المشكل. عاد غادي نعيط انا لخوتي، وعاد غادي نعيط لعائلتي، وعاد غادي ندخل الناس. وراه الناس ملي كيجيو كيعيطوا على الناس ما كيعيطوش على من والا، راه غادي نعيط على واحد الحكم اللي غيكون تقي، واحد الحكم اللي غادي يكون حاكم يعني يحكم بيناتنا بالحق. واخا نكون انا غلطه واخا يكون هو غلط، يعني يعرف كيفاش يحاول انه يصلح بيناتنا، ماشي عاد غادي يزيد يكحلها بيناتنا.
فهنا خوتي الله يجازيكم بالخير، حاولوا واخا يوقع سوء تفاهم، انت بردي سيري عند عائلتك، جلسي ارتاحي، بدلي الجو. هو كذلك عاوتاني راه هو كيقير في الزنقه، كيقير في الخدمه، يعني ما غاديش يقيل معاك في الدار باش انك غادي تقولي غتبقاي كتناطحي معاه وتبقاي كتناقري معاه. صافي بدلوا الساعه بوحده اخرى. ما تدخلوش الناس اللي عصبيين، ما تدخلوش الناس اللي دغيا على كلمه جوج كتجبروا كيمد يدو على كلمه. تخيلوا ان داك خاها ضرب الزوج ديالها، دار فيه ضربه خايبه، ووصلوا للمحاكم، ووصلوا للطلاق، ووصلوا لبزاف ديال الحاجات. علاش؟ على اتفه حاجه. عمرك اختي ما تعيطي لداك خاك اللي عصبي، بالعكس نعيط لهداك خويا الدرويش، هداك خويا اللي ما كيتعصبش، هداك خويا اللي ما كيضربش، هداك خويا اللي غير حاني الراس. نقدر نجبر فيه الخير على هداك خويا العصبي. ايه، انا غنتخبى مور خويا العصبي باش حتى واحد ما يأذيني. يعني راه كاين راجل قوي قدامي، ولكن لا، راه بعض المرات راه هذاك القوي كيقدر ينعكس عليك بشي حاجه اللي غادي تضرك. نعيط على خويا الدرويش وغيحل لي المشكل وغيردني لراجلي، والمشاكل كتوقع، وان هذا اي حاجه راه كتوقع. يعني راه ماشي كلشي عايش في الراحه وفي الهنا. فهمتي يا اختي؟ راه اكبر غلط درتيه هو انك دخلتي هاد خاك هذا العصبي، والله العظيم. ودابا سيروا طلعوا عليها مسكينه، ما حاملاش انها تطلق، لان السيده كتبغي راجلها. وداك الزوج ديالها راه شنقول لكم، راه هي دابا طلقت منه، وكتقول لي اختي بديعه راه الله يعمرها سلعه، ما عرفتش الشيطان دخل. شوفوا، راه الشيطان دخل بين هاد الزوج ديال الناس حتى فرقهم. الله يعطيكم الستر اخوتي البنات، الاخوات اللي يلاه تزوجوا، الاخوات اللي يلاه قالوا بسم الله في الحياه، الاخوات اللي باقي ما دازتش عليهم الدكاك، وباقي ما اللي قال هذوك ما شربوا المحاين ديال العلاقه الزوجيه. الله يعطيكم الستر. دائما خدموا عقلكم، ما تعيطوش على والديكم، ما تقولوا حتى حاجه لوالديكم. اي مشكل وقع خليه بينك وبين الزوج ديالك، سواء العائله الزوج او لا العائله الزوجه. ما تسوقوا الخبر حتى لشي واحد. تنطحوا في الدار، ضربيه يضربك في الدار، وما تسوقي حتى لشي واحد. غتضربيه ويضربك، وغادي توليو غادي تصالحوا. صافي، هو غيندم وانت غتندم. ومني دابا منين دخلتوا السيد وصدق دار راجلك، وصدق شو فين واصل، اذا يعني واش راضي على هذا المشكل هذا اللي وقعتي فيه؟ انت دابا كتقول يا ريت وكان غير رجعت المياه لمجاريها. فهنا خوتي الله يعطيكم الستر، هذه القصه هذه راه للعبره، ماشي باش اننا هذا الاخوات اللي يلاه قالوا بسم الله الله يعطيكم الستر. دائما تفادوا انكم تدخلوا العائلات ديالكم في المشاكل ديالكم. حاولوا عيشوا واحد الحياه اللي هي هنيه، بعدوا من المشاكل، بعدوا من النقاشات، بعدوا من النقير. واخا داك الشيء راه كيوقع، ولكن الانسان يتفاداه. يعني كل ما تفاديتيه كل ما مزيان في حياتك. وهنايا البنات، من بعد ما هكا كما كتشوفوا ساليت الروتين ديالي، غادي ندوز باش غادي ندير معكم واحد الغديوه. صراحه الله غدا خفيف ظريف، ولكن صراحه كيجي بنين. هنا راني شديت واحد البصله اللي هي كبيره وقسمتها على جوج وشلطتها من طبيعه الحال. النص درته في المقله والنص درته في ديك الطاوه. فهنا البنات غادي ندير شويه ديال الروز، وغادي ندير واحد الحشوه باش غنعمر بها واحد هكا البطبوطات صغيورين. هنا ديك البصيله من بعد ما تشحرت لي غادي نضيف لها شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال الفلفل الاحمر. ومن طبيعه الحال بالنسبه للحشوه راه كتبقى دائما على حسب المتوفر عندكم. هنا درت واحد شويه ديال الكاشير محكوك، شويه ديال واحد البيضه محكوكه، درت شويه ديال الحمض مصير مقطعه طريفات صغيورين، وشويه ديال الزيتون خضر حتى هو مقطعه طريفات صغيورين، والشعريه الصينيه من طبيعه الحال مرطباها في المسخون ومقطعاها هكايا بالمقص ومستقطراها مزيان. صافي غادي نخلط. بالنسبه لهاد الحشوه غادي نعمر بها هكا ديك الخبيزات الصغيورين. كنت شحال هادي ماشي شحال هادي فاش مؤخرا درت ديك البطبوط، يعني شريت هكا واحد شويه وخبعته في المجمد. صافي. وهنا غادي نضيف واحد شويه ديال الصوجه باش عطاها واحد المذاق اللي هو مزيان الصراحه. الا ما كانتش الصوجه ماشي مشكل، يعني كيمكن لكم تستغناو عليها. صافي. هنايا من بعد ما خلطت هاد الحشوه هادي غادي نخليها جانبا، وغادي ندوز باش غادي ندير معكم الحشوه ديال الرز. هنايا كيف ما كتشوفوا راني خويت ديك الشعريه الصينيه، ديك الحشوه خويتها في واحد المقيله وحده اخرى، لان ديك الطاوه كتحرق لي بزاف البنات. داكشي باش رديت في هذه المقله هذه. من بعد ما تشحرت لي البصيله كنزيد نفس التوابل، كنزيد الملح، الفلفل الاسود، الفلفل الاحمر. وهنا كنضيف واحد العلبه ديال الطون ديال المطيشه، وكذلك كنضيف شويه ديال المعدنوس. ومن طبيعه الحال كنضيف هكا شويه ديال الرز اللي سلقته في شويه ديال الملح والزيت، وهكايا مستقطر مزيان. هنا البنات اللي بغات تضيف الهريسه الحاره، المهم انا ما كنبغيش نضيف ديك الحرور على حساب وليداتي باش هكا كياكلوا، لان غير كندير شي حاجه حاره ما كيبغيوش ياكلوها لي، حتى كنشوف شي حاجه ما كياكلوهاش عاد كندير فيها الحار.
صافي انا غادي نحاول غادي نخلط هذا الروز هذا مزيان صراحه كيجي غزال البنات. والله العظيم راه كنعطيكم مواصفات سهله وفي المتناول وغير مكلفه. شوفوا راه ما كايناش اللي ما عندهاش الملحه وما عندهاش الابزار وما عندهاش التحميره. يعني كتجيبي واحد الحويجات اللي هما بساطين كتضيفيهم، يعني ما كيكلفوش عليك واحد الثمن اللي هو كبير. صافي الرز ديالي وجد، وهنايا غادي نشارك معكم الطوست البنات. راه جا اروع ما يكون والله العظيم، جا طوب 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 طوب. واليوم غادي نديرو، احنا فطرنا به وغادي نديرو على شكل هكا بيتزا الاشرف. هذا كاقتراح للمدرسه، يعني الوجبات الخفيفه للوليدات هكا المدرسه. غادي نشدهم البنات وغادي ندهنهم كاملين بالصوص ديال البيتزا. الصوص ديال البيتزا راني شاركتها معكم في الفيديو اللي فات. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نحاول انني غادي كامله غادي ندهنها هكا بلا صوص. وغادي نجيب هكايا الجبن. بغيتوا تضيفوا البنات شويه ديال الكفته، بغيتوا تضيفوا شويه ديال الطون. انا درتها سامبل، يعني وجبه سريعه خفيفه وظريفه كتوجد بالخف. صافي غادي ندير لهم هكا واحد شويه ديال الزيتون من الفوق وغادي نخشيهم للفران غير غيذوب ديك الفرماج. هنا البنات عندي جوج صدر ديال الدجاج اللي راني قطعته في الصباح. درت فيه قطعت فيه واحد الفلفله وكذلك قطعت فيه واحد البصيله هكا مكعبات. درت فيه شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الزنجبيل، شويه ديال الفلفل الاحمر، فلفل اسود. ودرت كذلك جوج دروس ديال الثومه محكوكين مع شويه ديال الخل مع شويه ديال الصوجه دائما الا كانت متوفره. واللي بغات تضيف الياغورت، اللي بغات تضيف المهم دائما الحشوه ديال الدجاج، التتبيله ديال الدجاج كتبقى على حساب الرغبه ديالكم شنو بغيتو نتوما. هي الاهم في هذه التتبيله هذه هي الملحه والسكينجبير والحامض اولا الخل والفلفل الاسود والفلفل الاحمر والملح. صافي وداك الخل اولا الحامض اللي كيخلي ديك الدجاج ديالنا كيجي فتي. صافي هنا غادي نردو، غادي يطيب هكا في البانيني اولا ديروهم غير في ديك المقله ديال المسمنه البنات. غير انا راه عندي عامره درتها في الفران درت فيها ديك البيتزات. ديروا في البانيني اولا في المقله ديال المسمن اللي بغيتو. هنا البنات كنجيب ديك المول ديال هكا المسكوته اولا ديال الكيك اللي كيكون عنده الثقب في الوسط. كنخوي فيه ديك الروزه البنات على هذا الشكل. وغادي نجيب هكا واحد الطبيسيل، انا صراحه كندير في هذا الطبسيل ديال الميكرووند كنقدم فيه حيت كبير صراحه وزوين كيعجبني وجاي بلا يعني سامبل. صافي كنحاول انني كندير ديك الرز في الوسط، كنقطع هكا الخيار شرائح، حبيبات ديال المطيشه هكايا شرائح، وكذلك شويه ديال الزيتون، شويه ديال البيضه البنات. الحمد لله اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هنا ديك البطيبيطات ديالي هانتوما درت واحد الطبيسيل هكا فيه فرشت فيه الخس وكنحاول نعمرهم هكايا ديك البطيبيطات بديك الشعريه. وغادي ندير شويه ديال الكاتشوب شويه المايونيز، صراحه غير الوليدات كيبغيو الكاتشوب والمايونيز. صافي وغادي نستفهم في الطبيسيل ديالي. المهم شوفوا المراه هي اللي خصها تكون فنانه في البيت ديالها، وكما كتقول الاخت نريمان اولادي هما ضيافي. اخوتي اولادي هما ضيافي، انا ما كنضيفش بزاف عند الناس، ما كنمشيش بزاف عند الناس، فهكذا نضيف وليداتي في داري احسن واحسن صراحه. الله ندير لهم احسن شيوات ونحط لهم ونبرع وليداتي اولا. صافي البيتزا ديالنا البنات شوفوا كيفاش كتجي روعه. عرفتي هذا الطبسيل كلاه اشرف بوحدو بصحته الحبيب ديالي بطول عمره. الله يحفظهم ليا والله يخلي لكم وليداتكم احبابي خوتي. الله يخلي لكم وليداتكم وتفرحوا بهم وتشوفوهم كيف ما بغيتوا. هذه هي الطبيله ديالي. انا كنموت على ولادي اخوتي وحق الله. يعني ما كايناش شي ام ما كتموتش على ولادها، ولكنني سبحان الله كنحس براسي ما كايناش اللي كتبغي ولادها قدي انا وحق الله العظيم. المهم راه كل ام هذا هو نفس الاحساس ديالها. المهم هذا تعبير وصافي على انني كنبغي وليداتي الله يحفظهم لي ويطول لي في عمرهم بطبيعه الحال تباهم، وهذاك خلاص هو كل شيء. صافي وهذه هي الطبيله ديالنا. راه سي اشرف راه كيقول لي ماما غنبدا، كنقول له بلاتي نصور. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. نتمنى ان الاقتراحات اليوم تنال اعجابكم. عافاكم عافاكم عافاكم. ديروا لي لايك الا كنت فعلا كنستحق، ولا كانوا وصفاتي كيستحقوا، ولا كانوا فيديوهاتي كينالوا اعجابكم. الله يعطيكم الستر ما تبخلوش عليا. وهنايا صراحه حنا كنتغداو وسمعت الشتا كطيح مجهده وقلت غادي نشارك معكم هذه اللقطه هذه. الصراحه ما شاء الله تبارك الرحمن الرعاد والبرق وما شاء الله. الله يرحمنا برحمته الواسعه يا ربي الحبيب. وهنايا الله يعطيكم السر كنذكركم بالاخت ابداعات انامي الفتي. نتمنى انكم تشتركوا عندها. الله يجازيكم بالخير، انسانه طيبه وانسانه راقيه تستحق التشجيع. الله يحفظكم لي ويطول لي في عمركم. وشكرا شكرا شكرا على المتابعه. بارك الله فيكم.